أنا فريق كي بوتكس من أكاديمية الكبير. أنا ياسين عاطف. أنا رفعت رضا. وأنا أويس أحمد. تخيل معانا إن في مريض في المستشفى محتاج دواء بسرعة والممرضة مش قادرة توصله في الوقت المناسب. عارفين إن منظمة الصحة العالمية ذكرت إن حوالي 10% من المرضى في المستشفى بيعانوا من أخطاء دوائية. والأخطاء دي غالبا بتحصل بسبب الضغط الكبير على الطاقم الطبي. تخيلوا إن الممرضة نفسها رغم إنها عايزة تساعد تكون معرضة لخطر الإصابة بالفيروسات بسبب التلامس المستمر مع المرضى. ده مش سهل، والناس اللي في المستشفيات بتواجه تحديات كبيرة جدا، بس لو كان في روبوت ذكي يقدر يوصل العلاج للمريض بسرعة وأمان يحمي الممرضين من العدوى. ومش بس كده، ده كمان آمن جدا للمريض وبيحافظ على البيانات بتاعته. أنا ياسين يشرح لكم النهاردة نص الهاردوير المشروع بتاعنا. أول مشكلة قابلناها في المشروع هي حركة الروبوت بتاعنا. إحنا حركناه عن طريق 4 مواتير بيتحكم في المواتير دي. اتحكمنا في الموتور دريفر عن طريق الأردوير. استخدمنا برضه أي سنسور نزلنا واحنا محددين مسار معين للروبوت يمشي عليه. نكتب الجزء اللي فوق في الروبوت بتاعنا. ده 3 جواب كل جواب فيهم خصص لمواتير. نتحكم في فتح وغلق الأبواب بتاعت كل دور عن طريق صوت الموت. وكمان حطيت روبوت عشان لو قبل أي عوارض تقدر نكسر. وهي دي موجودة في وش الروبوت وهي دي اللي بتسمى زي. كمان في مشروعنا LCD صنعت عليها حاجتين. حاجة اسم المشروع بتاعنا وتاني حاجة لو في زي ما موجودة اختار. يلا بينا نعرف أراكم أجزاء دي من قريب. الأردوين وده الموتور درايفر. الاتنين IR واللي في وش الروبوت. وده السويتش اللي عن طريقه شغل السيستم وأقفل. تعالوا بينا يلا عشان نشوف البوكس بتاعنا. عندها 3 دور اهو. ده بقى مفتوح بسيف. وعندها جوه اهو في أول دور الألتراسونيك فوق وتحتها على طول LCD. دي كل الأجزاء اللي موجودة عندها في الروبوت بتاعنا. دلوقتي هشرح البرمجة بتاعت النيرس روبوت. أول لما بضغط على البين فلاج بيظهر لي التلاتة دول about us والابليكيشن والسيكول. بضغط على الابليكيشن وبيظهر لي sign up لأن أنا استخدمته قبل كده. بضغط على log إن أنا مستخدمتوش قبل كده. بضغط على sign up وبيطلب مني بيسألني what's your name ولو الإيميل مفيش فيه العلامات دي مش بيرضى يخزنه هيطلبه مني تاني. بس وبعد كده هيطلب مني الباسورد مفيش فيه العلامات دي مش هيرضى يخزنه هيطلبه تاني. وبعد كده لو أنا بقى استخدمته تاني قبل كده بضغط على لوج ان بيطلب مني النيم والباسورد. بس مخزن النيم بتاعي بيطلب النيم هيطلب الباسورد وهكتب الباسورد. بعد ما بخلص لوج ان بضغط على الايقونة الفيروس دي او دي. اول لما بدخل بيخزن الوش والوشوش اللي هو شايفها والوشوش بالاسماء والوشوش اللي هو كان شايفها بيخزنها هنا على داتا لوجر. وبعد كده لو شاف اي اسم من التلاتة دول بيفتح له البوكس. لو ما شافش اي اسم من التلاتة دول بيفتح البوكس عن طريق السيرفر وبيشغل النظام. وبعد الجزء اللي بتاع حركات الروبوت احنا بنستخدم البلوكات دي علشان نشغل الموتور. وهنا بنستخدم الرايت وبنعمل توفر بالرايت وليفت علشان نشوف قراية IR سنسور في حاجة قدامه ولا لأ. ولو في حاجة قدامه مفيش بيمشي طوالي عادي. بس لو في حاجة على يمين بيروح شمال ولو في حاجة على شماله بيروح يمين.
phone. Do you anything other? No thanks. Okay, goodbye. احنا مش مجرد فريق بيطور روبوت، احنا بنشتغل على مستقبل أكثر أمانا للمرضى والممرضين. شغل نيرس روبوت مش مجرد فكرة، ده حل مشكلة حقيقية بنشوفها كل يوم. في المستشفيات الممرضين والممرضات بيواجهوا تحديات كبيرة، هما بيحاولوا يحافظوا على سلامتهم وسلامة المرضى. مع نيرس روبوت احنا مش بس بنحمي الطاقم الطبي والمرضى، احنا بنطمن كل مريض إن في حد معانا، حد مش هيتأخر عليه وقت ما يحتاج علاج. الروبوت مش مجرد آلة، الممرض اللي دايما موجود، اللي بيوصل الدواء في الوقت المناسب، فكر في كل التفاصيل عشان يحقق راحة وأمان أكتر. وكمان مش بينسى، بيسجل بيانات كل مريض وبيحدث بيانات تاريخه المرض عشان يكون عارف حالته، بيساعد وياخد رعاية صحية مستدامة بكل اهتمام. التكنولوجيا ممكن تكون الحل لحياة أفضل لناس كتير، وكل خطوة احنا بناخدها بتقربنا أكتر من تحقيق حلم إن احنا نعيش في عالم آمن وأسرع وأكتر صحة. شكرا ليكم.